شركة هونر النهاردة بتقدم موبايل بمعالج جبار حرفيا وقوي جدا. حرفيا معالج هيقدم لك اداء ممتاز في اي حاجة ممكن تستخدمها، ولكن هل باقي المواصفات كويسة وتستاهل انك تشتري الهاتف علشانها ولا لأ؟ خلينا نشوف. قبل اي حاجة احب ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف هونر بلاي 7T او 7T. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة اللي في اخر الفيديو، واي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن ضروري تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف تصميم الهاتف، والتصميم هنا الصراحة من وجهة نظري حاجة كده رايقة. الصراحة أنا شايفه تصميم رايق وجميل جدا. طبعا أنا شايفه كده من وجهة نظري، هي وجهات نظر في الآخر زي ما بقول دايما. خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. خلونا نشوف الشاشة هنا بتقدم ايه، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.74 بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل انش. والشاشة هنا IPS LCD، والشاشة بتقدم معدل تحديث 90 هرتز. طيب الشاشة هنا نظامها ايه؟ للأسف الشاشة هنا مش الأفضل خالص في السعر ده، ولا هي شاشة أموليد، ولا هي مثلا بجودة عالية زي فول HD بلس، ولا هي بمعدل تحديث أعلى زي 120 هرتز مثلا. هي هتقدم لك أداء جيد شوية بسبب 90 هرتز، ولكنها مش الأفضل خالص في السعر ده ولا في الفئة دي. على طول نخش على أداء الموبايل أو المعالج، والمعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 6020 اللي بيجي بدقة تصنيع 7 نانو. والمعالج ده أداؤه أقل من معالج سناب دراجون 695 بفرق بسيط شوية. الصراحة هنا المعالج ممتاز بالنسبة لفئة وسعر الهاتف، معالج قوي وهتاخد منه أداء كويس جدا في أي حاجة ممكن تستخدمها، استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج، أي حاجة المعالج هيقدم لك فيها أداء محترم. كمان المعالج موفر للطاقة بسبب 7 نانو، فبشكل عام المعالج هنا محترم الصراحة وكويس جدا. الهاتف بيقدم نسختين، واحدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. هنيجي نتكلم عن كاميرات الهاتف، والهاتف هنا بيقدم 2 كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. والكاميرا الخلفية هنا تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 5 ميجا بكسل، وكاميرا الهاتف الأمامية بتصور فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا هونر بتقدم بطارية كبيرة جدا بحجم 6000 ملي أمبير، بطارية حجمها كويس وكبيرة وممتازة، وهتاخد منها أداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 22 واط ونص. الهاتف هيجي من العلبة بأندرويد 12. الهاتف بيدعم خدمات جوجل بشكل رسمي. الهاتف مش بيدعم NFC. الهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من تايب C. سماعات الهاتف لا تدعم الاستيريو. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. ألوان الجهاز من الأبيض والأزرق والأسود. والهاتف هنا بيدعم البصمة، وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنتكلم عن مميزات الهاتف، وطبعا المعالج هنا قوي جدا وممتاز على فئة وسعر الهاتف. برضو البطارية كبيرة وهتاخد منها أداء حرفيا كويس جدا. أما بالنسبة للعيوب فللأسف زي ما قلت قبل كده الشاشة مش الأفضل خالص في السعر ده. برضو الهاتف مش بيدعم NFC. برضو الهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي.
خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان كل الاسعار اللي هتتقال دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الصين بسعر $160، السعر المتوقع في مصر 7000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 750 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 11. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف هونر بلاي 7T. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين كالعادة، ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 11. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا هونر بيجي بمعالج ميديا تك ديمنسايتي 6200، وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 680، وهنا معالج هونر اقوى. هونر بيقدم شاشة IPS LCD بجودة HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز، وشاومي بيجي بشاشة أموليد بجودة فول HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز، وهنا شاشة شاومي أفضل بسبب إنها أعلى في الجودة وكمان أموليد. هونر بيجي ببطارية 6000 ملي أمبير وشاومي بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، وهنا طبعا هونر أفضل. هونر بيدعم الشحن السريع بقوة 22 واط ونص، وشاومي بيدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وهنا شاومي بتتفوق. طيب بعد ما شفنا فرق ما بين الجهازين في الامكانيات، خلونا دلوقتي نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار. ولكن خد بالك ان سعر هونر ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده سعر رسمي لانه نزل مصر بالفعل. سعر هونر المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 7000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7200 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في هاتف هونر بلاي 7T. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.